السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول إعدادي أهلا بيك. الحصة اللي فاتت احنا اتكلمنا على فتوحات محمد علي وسيطرته في منطقة السودان وشرق أفريقيا عامة ومنابع النيل، واتكلمنا عنها بالتفصيل وأهدافه ووصل لحد فين. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الدرس، وهي الإصلاحات اللي عملها محمد علي في السودان، وإزاي محمد علي قدر يدير السودان ويستغل الموارد الاقتصادية اللي موجودة في السودان. طيب انا علشان الخص لك الدرس دوت والجزء دوت بتاع محمد علي، انا مش هتكلم معاك في كل الكلام دوت. انا تعالى كده نفتح وايت بورد مع بعض واشرح لك ازاي محمد علي ادار السودان وكل حاجة عملها امتى وفين وازاي بمنتهى البساطة. تعالى معايا كده نشتغل في وايت بورد وتعالى اوريك الموضوع هيمشي ازاي. بص، اول حاجة نشتغل عليها هي التقسيم الإداري. يعني إيه التقسيم الإداري؟ يعني محمد علي عمل حاجة اسمها عاصمة، وعمل حاجة اسمها مديريات، وهم 7 مديريات بالظبط. المديرية اللي هي المحافظة يعني، فهو قسم السودان إلى 7 مديريات زي ما كان مقسم مصر إلى 7 مديريات. فمحمد علي عمل النظام الإداري في السودان شبيه للنظام الإداري في مصر، بيتكون من عاصمة و7 مديريات، وكل مديرية بيتبعها عدد من الأقسام. عدد من الأقسام. القسم يعني زي الحي مثلا، زي حي المعادي، حي وسط البلد، وهكذا. يبقى محمد علي قسم البلد أو قسم السودان إلى عاصمة ومعاها 7 مديريات، وكل مديرية بيتبعها عدد من الأقسام. وده تقريبا كان تقسيمة شبيهة للتقسيمة اللي موجودة في مصر، وإن كان الفرق بس إن كان محمد علي عامل في مصر حاجة اسمها المراكز، يعني مجموعة أحياء مع بعض كده ليهم مركز، وبالذات في الأقاليم. يعني حتى دلوقتي لو أنت بتشاهدنا من أي محافظة غير القاهرة يقول لك المركز مثلا، وهكذا. يعني الناس في الأقاليم المصرية فاهمين الكلمة دي كويس. طيب، فيبقى قسم السودان إلى عاصمة، 7 مديريات وأقسام. العاصمة هي مدينة الخرطوم، والخرطوم ديت اللي موجودة عند التقاء النيل الأبيض مع النيل الأزرق. يعني لو جينا كده للخريطة بتاعت محمد علي، آدي مدينة الخرطوم اهي، هي المدينة اللي محمد علي أسسها عند التقاء النيل الأزرق مع النيل الأبيض. وبالمناسبة حاليا مدينة الخرطوم مدينة ثلاثية، يعني الخرطوم اللي أسسها محمد علي انضم ليها أم درمان وجزء تاني اسمه الخرطوم بحري. فأم درمان اللي وصلها إسماعيل بن محمد علي اتأسس جنبيها مدينة الخرطوم، والاتنين حاليا بقوا حاجة واحدة اللي هي مدينة الخرطوم عاصمة السودان في الوقت الحالي. يبقى محمد علي عمل عاصمة للسودان اللي هي الخرطوم، وعمل 7 مديريات أو مدن كبيرة، وأشهرها كانت مدينة كسلة، ودي منطقة أو مدينة موجودة في شرق السودان زي ما انت شايف كده. فمحمد علي عمل مدينتين مهمين جدا، كسلة في شرق السودان والخرطوم عند التقاء النيل الأبيض مع النيل الأزرق. دول مدينتين بناهم محمد علي. كان الأهم بالنسبة لنا طبعا مدينة الخرطوم اللي هي العاصمة، ومن أهم المدن مدينة كسلة في الشرق. طيب، ازاي بقى محمد علي هيدير كل الكلام ده؟ بص يا سيدي الفاضل، طالما ان الخرطوم هي العاصمة، يبقى نمرة 1 هي اللي هيبقى فيها الحاكم بتاع السودان، او منصب اسمه منصب الحكمدار. يبقى محمد علي عمل العاصمة الخرطوم، وحط في العاصمة اهم منصب موجود في السودان اللي هو منصب الحكمدار، او يعني بمثابة نائب محمد علي في حكم السودان. وبالمناسبة أول حكمدار وأول نائب لمحمد علي في حكم السودان كان ابنه إسماعيل باشا ابن محمد علي. طيب، مين بقى اللي بيحكم المديريات والمدن الكبيرة الأخرى؟ حاطط فيها حاجة اسمها مدير المديرية، زي حاليا ما بنقول المحافظ مثلا في محافظة اسكندرية أو ما شابه. طب الأقسام عمل حاجة أو منصب اسمه ناظر الاسم. يبقى بمنتهى البساطة أعلى منصب بيحكم السودان هو الحكمدار،
معاه 7 مديرين في ال7 مديريات، وكل مديريه بيتبعها عدد من الاقسام، كل قسم بيحكمه واحد اسمه ناظر القسم. تمام، موضوع كده ماشي بتدريج اهو. طب تعالى نتكلم بس شويه على المناصب دي. اول منصب اللي هو الحكمدار. الحكمدار زي ما قلت لك هو نائب محمد علي في حكم السودان، وبالتالي كان له صلاحيات عسكريه وصلاحيات مدنيه وصلاحيات سياسيه، هو اللي بيدير السودان اداره كامله. بس في شرط، هو كان تابع للإدارة المصرية وتابع لوزارة، يعني زي ما بنقول وزارة الداخلية المصرية، هو جزء من الإدارة المصرية، هو موظف في الإدارة المصرية، مش بيحكم السودان بشكل منفرد. خلاص، فهو جزء من الإدارة المصرية، وإن كانت مع صلاحيات عسكرية وصلاحيات إدارية ومدنية، مفيش أي مشكلة في الكلام دوت. ثم المدير بتاع المديرية بيدير المديرية فقط، والناظر بيدير القسم فقط، مش بيدير السودان كلها. طيب تعالى بقى بعديها، والنقطة برضو المهمة نكمل في بقية الحاجات. يعني ناخد مجال مثلا زي القضاء. محمد علي ازاي نظم القضاء في السودان؟ بيقولك بمنتهى البساطة انه خلى في العاصمة حاجة اسمها قاضي القضاة. ده كلام منطقي جدا، اللي هو زي وزير العدل في الوقت الحالي مكانه العاصمة اللي هي المركز الإداري في الدولة. طيب المديرية بقى عمل فيها ايه؟ هي والأقسام كان بيخلي فيهم قاضي برضه، مفيش مشكلة. بس ايه الفرق ما بين القاضي اللي موجود في الاسم او في القرية او في المركز او في المديرية عن القاضي اللي موجود في العاصمة الخرطوم اللي هو قاضي القضاة؟ قال لك القاضي الصغير اللي موجود في القسم او في القرية ده حكمه مبدئي، حكمه ليس نهائي، حكم محدود، لكن الحكم النهائي هو لقاضي القضاة اللي موجود في العاصمة. كلام جميل، كلام جميل. يبقى خلي بالك عشان بعد شويه لما اجي اكلمك عن العاصمه هقول لك العاصمه الخرطوم هي مركز الاداره، هي اللي فيها المركز اللي فيها الحاكم الحكمدار اللي هو بيدير عسكريا وسياسيا ومدنيا. كمان هي مركز القضاء اللي موجوده في الدوله اللي فيها منصب قاضي القضاه. انما كل الباقي بيتبع الحكمدار وبيتبع قاضي القضاه. كلام سهل وبسيط جدا جدا جدا. طيب تعالى بقى وعلى السيرة قبل ما نكمل، تعالى نتكلم على الخرطوم شوية اللي هي العاصمة ومدينة كسلة أو المديريات. الخرطوم اللي هي العاصمة هي المركز السياسي، المركز الإداري في الدولة، مركز القاضي، هي المركز العسكري، هي اللي فيها الجيش بشكل رئيسي. خلاص، لكن المديريات كانوا بيحطوا فيها حاجة اسمها حاميات، يعني فرق عسكريه صغيره، لكن مقر الجيش الرئيسي كان في العاصمه اللي هي الخرطوم اللي هي بناها محمد علي. وكمان كانت العاصمه الخرطوم هي اللي فيها المستشفيات والمساجد واللي فيها المخازن، هي المركز التجاري. يعني الخرطوم كانت اهم مدينه زي القاهره كده بالظبط، هي المركز السياسي والاداري والمالي والتجاري في دوله السودان في الوقت ده. يبقى الخرطوم هي العاصمه، هي مقر الحكم، هي قاضي القضاه، هي المقر العسكري واللي فيها القوات الرئيسيه للجيش. المديريات زي كسلة دي عبارة عن مديرية بيحكمها مدير، فيها قاضي جزئي بيحكم حكم مبدئي، فيها حامية عسكرية. ممكن نفس الكلام ده تطبقه على الأقسام والقرى الصغيرة، وإن كانت في حتة صغيرة كده حاجة منصب اسمه شيخ القبيلة. يعني إيه شيخ القبيلة؟ يعني عايزك تركز في الحتة دي والنبي. السودان كانت قبائل زي العرب كده قبل الاسلام، يعني اللي خدتها السنه اللي فاتت. فالقبائل دول ليهم نظام عرفي في الحكم بتاعهم، فكان كل قريه وكل قبيله بيحكمها اللي هو شيخ القبيله بشكل عرفي. يعني ايه عرفي؟ يعني شكل غير رسمي، شكل غير قانوني. خلاص، مفيش قوانين بتحكم البلد، هو شيخ القبيله بيقعد في مجلس عرفي مع كبار القبيله بتاعته. خلاص، عامل كده زي ايه، قعده عرب يعني، وخناقه، وعارف انت بتشوفها ساعات والناس تقعد يعني تخلص الخناقه، يعني ده اسمه مجلس عرفي كده، وكانت احكامه ماشيه. خلاص، لكن محمد علي لما جه عايز يعمل نظام اداري جديد، فلغى فكره ان شيخ القبيله يبقى ليه سلطه قضائيه، لغاها تماما، لكن ادى لشيخ القبيله بعض المهام البسيطه اداريا في حكم قريه، مناصب العمده، معرفش ايه، اداله بعض الصلاحيات لحمايه امن الطرق التجاريه في القريه عنده او في القبيله عنده. يعني محمد علي
ما خلصش على شيخ القبيله وفكره الحكم العرفي في السودان بشكل نهائي، لكن هو خد منه اللي هو عايزه، خد منه ان هو يامن له الطرق التجاريه، يحافظ له على الامن في القبيله بتاعته او في القريه بتاعته، لكن خد من شيخ القبيله القضاء فقط لا غير. ماشي؟ دي نقطه مهمه جدا. طيب تعالى بعديها، تفتكر محمد علي مثلا في المعادن بقى والصناعه والحاجات دي، طبعا محمد علي اهم معدن اهتم بيه كان معدن الايه؟ الذهب، ومعدن تاني اللي هو معدن الحديد. ده معادن مهمه جدا بالنسبه لمحمد علي، عشان كده محمد علي سيطر عليهم وعمل مصانع للذهب ومصانع للحديد. واكيد المصانع كانت موجوده فين؟ في العاصمه، مش محتاجه فقاقه، اللي هي الخرطوم. كمان كانت الخرطوم هي المركز الايه؟ التجاري. يبقى الخرطوم اقتصاديا كانت هي المركز الصناعي والمركز التجاري، هي اللي معمول فيها مصانع الذهب ومصانع الحديد وترسانات صناعه السفن وكل الكلام دوت، وهي المركز الاداري اللي موجود في الخرطوم. لكن بقيت بقى الاقاليم اغلب الحاجه اللي هيشتغلوا فيها هو الزراعه والتعدين، يعني المدن والاقسام والمديريات والقرى في السودان كانوا بيشتغلوا اما في الزراعه وتربيه الحيوانات ده بشكل اساسي، او في استخراج المعادن لو هي منطقه فيها معادن. لكن المركز الصناعي والتجاري كان فين؟ كان في العاصمه اللي هي الخرطوم، عشان هي ملتقى الطرق النهريه والتجاريه في مدينه او في دوله السودان عامه. طيب يبقى محمد علي اقتصاديا اهتم جدا باستخراج المعادن ذهب وحديد، اهتم بإقامة مصانع للذهب والحديد بشكل كبير، اهتم بالزراعة وتربية الحيوانات. طب حاجة تانية محمد علي اهتم بيها أنا قلت لك عليها، وهي الإيه؟ الأخشاب. ومش محتاج أقول لك إن الأخشاب محمد علي كان محتاجها بشكل كبير جدا في التجارة، علشان يعمل إيه؟ علشان يعمل سفن. طب هيعمل مصانع السفن فين؟ برضو زي ما انت قلت كده في الخرطوم. يبقى الخرطوم زي ما انت شايف هي العاصمة، هي اللي فيها الحكمدار اللي بيحكم السودان، هي اللي فيها قاضي القضاة، هي اللي فيها الجيش، هي اللي فيها المصانع، وهي المركز التجاري. لكن المديريات زي مدينة كسلة كانت مركز إداري، أي نعم، معاك في شرق السودان، فيها مدير بيحكمها، فيها قاضي جزئي، فيها حامية عسكرية، فيها حرفة الزراعة. نفس النظام بقية الأقسام، الفرق إن الأقسام كان فيها منصب اسمه الناظر، ووجود لشيخ القبيلة اللي كان دوره تجاري بشكل كبير علشان يأمن طرق التجارة لمحمد علي. وافتكر إن محمد علي استفاد منه، مش شيخ القبيلة هو اللي استفاد. طيب ده فكرة محمد علي في إدارة السودان. الفكرة كلها كانت بتخدم مصالحه. فين الخشب؟ هاتوا نعمل سفن. فين الذهب؟ هاتوا نعمل مصانع، نصنع ذهب، نصنع حديد، نصنع سفن، ونهتم بالزراعة. وبالمناسبة في الزراعة محمد علي اهتم جدا بالزراعة، وأدخل حاجة اسمها الساقية اللي هي في الفيوم دي زي عندنا في مصر. الساقية أداة زراعية مهمة جدا بترفع المية من الأراضي المنخفضة للأراضي المرتفعة. محمد علي أكيد عمل ترع في السودان وعمل قنوات، أكيد أدخل محاصيل زي محاصيل مثلا القطن وقصب السكر، أدخل أساليب ري جديدة. يعني محمد علي عمل حاجات كتيرة جدا 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 اقتصاديا لنفسه ولمصر. طب حاجة كمان برضو محمد علي اهتم بيها، أفاد بيها الشعب السوداني بشكل كبير جدا، وهي التعليم. محمد علي عمل في الأقسام والقرى حاجة اسمها الكتاتيب. والكتاتيب يعني زي دلوقتي بنقول على الحضانة أو كيجي أو الحاجات ديت، كان الطالب بيخشها يحفظ القرآن ودروس الفقه والأحاديث، ويعني بيعرف القراءة والكتابة، يفك الخط يعني زي ما بنقول كده. لكن التعليم بعد كده ابتدائي واعدادي، قال لك محمد علي في المديريات او المدن والعاصمه عمل مدارس. يبقى في الاقسام والقرى عمل كتاتيب، لكن في المديريات والعاصمه عمل مدارس نظاميه اعداديه وثانويه والكلام ده كله. وكمان محمد علي كان بيجيب الطلاب المتفوقين في السودان يدرسوا عندنا هنا في مصر، خلاص، يعني ياخدوا تعليم عالي زي ما بنقوله. وكانت اهم حاجه بيدرسوها في مصر الاعمال الاداريه والعسكريه، يعني كان في كتير منهم بينضم للجيش
المصري ويدرس في الكليات اللي عملها محمد علي، الكليه البحريه والحاجات دي عملها محمد علي. فكان في ضباط سودانيين كمان بيدرسوا عندنا، وكانوا بيدرسوا الشؤون الاداريه وبيدرسوا كمان الزراعه في مصر عندنا هنا، وبيرجعوا السودان علشان يفيدوا الشعب السوداني. يبقى محمد علي اضاف للسودانيين التعليم سواء الكتاتيب او المدارس في المدن، وكمان البعثات اللي كان بيجيبها الى مصر تدرس عسكريا واداريا وزراعيا. وكمان حاجه مهمه ودي خدناها في الترم الاول، اوعى تنسى دور الازهر الشريف، اوعى تنسى دور الازهر الشريف في العلم في قاره افريقيا عامه ونشر الاسلام والعلوم الانسانيه بوجه عام. الازهر طول عمره ليه دور كبير جدا في نشر الاسلام وفي العلوم المختلفه، خاصه العلوم الدينيه. كل اللي انت شايفه ده اعمال كبيره جدا عملها محمد علي بسم الله ما شاء الله، سواء في بناء مدن جديده، سواء في تقسيم اداري، سواء في القضاء، سواء في النظم الاقتصاديه والمشاريع الاقتصاديه او التعليم. كل دي حاجات جميله جدا. بالمناسبه حاجه برضو سريعه كده على الجيش، انا قلت لك ان محمد علي اهتم جدا بالجيش، وكان رايح السودان اصلا عشان يجيب جنود سودانيين ينضموا للجيش المصري. الحقيقه ان محمد علي عمل فرق عسكريه موجوده في السودان وخاصه في العاصمه. الفرق العسكريه او الحميات العسكريه اللي كانت موجوده في السودان دي كان اغلبها جنود سودانيين ومعاهم جنود اتراك وكمان جنود مصريين. كل ديت حاجات يعني احنا شايفينها حاجات عظيمه جدا الحقيقه عملها محمد علي في حكم السودان والسيطرة على السودان. علشان بس لو حد قال لك يعني ان ده احتلال ولا حاجة، حاشا لله ان يكون احنا كشعب مصر بنروح نحتل، بالعكس احنا بنروح بنساهم في النهضة في الشعوب الافريقية، ودي كانت حاجة مهمة جدا زي ما انت شايف. فالدرس اللي قدامك اهو ان محمد علي حول نظام الحكم من قبائل الى دولة، وعين الحكمدار اللي بيتبع ديوان وزارة الداخلية عندنا هنا في مصر، وقسم السودان الى 7 مديريات زي ما اتفقنا، وقسم المديريات الى اقسام وعين في كل قسم ناظر. حاجة تانية برضو نسيت اقولها معلش في الوايت بورد كده، ان محمد علي كان بيحارب الفساد، واي موظف من الموظفين كان بيسيء التعامل مع الناس واستغلال نفوذه وسلطته، محمد علي كان بيحيلهم الى يعني القضاء وما الى اخره. وبالتالي محمد علي كان بيحارب او بيطبق القانون وينشر العدل في السودان. عشان لو جالك قال لك دلل محمد علي كان بيطبق القانون، تقول له كان بيحاكم الموظفين. التطور العسكري زي ما اتفقنا قلنا عليه. النهضة العمرانية عمل مدينة الخرطوم واللي خلاها فيها المباني الحكومية ومقر الحكمدار ومعسكر الجيش، وعمل ترسانات ومسجدين وخلاها مكان للمخازن والمصانع. عمل مدينة كسلة وعمل فيها حميات عسكرية ثابتة، وعشان كده كانت من أهم المدن الإدارية في شرق السودان. النظام القضائي حولها من النظام القبلي او القبائل زي ما اتفقنا، وغير النظام وعمل نظام قضاء. التعليم نفس النظام، محمد علي زي ما قلنا عمل الكتاتيب وعمل مدارس وجاب بعثات تتعلم في مصر هنا. خلاص. الزراعة قلنا محمد علي ادخل اساليب جديدة وادخل محاصيل زي زراعة القطن وقصب السكر واهتم بالمشاريع. والتعدين طبعا استخرج الحديد والذهب وخلى المصانع موجودة أغلبها في مدينة الخرطوم، وسواء مصانع ذهب أو حديد أو ترسانات بحرية لصناعة السفن، وكمان مصانع البارود والأسلحة. التجارة والنقل قلنا أن محمد علي طور من الطرق التجارية هناك، سواء الطرق النهرية أو البرية، والخرطوم كانت هي المركز التجاري في السودان سواء بريا أو بحريا. وقلت لك ان شيخ القبيله كان له دور كبير جدا في تامين الطرق البريه. وبرضو ارجع واقول لك ان الجنادل اللي كانت في النيل كانت بتعوق حركه الملاحه النهريه بشكل كبير، وان كان محمد علي يعني كان بيشق قنوات في مناطق الجنادل ديت. اخر حاجه بقى في الدرس بتاع محمد علي هو نهايه حكم محمد علي.
محمد علي بعد ما عمل دولة كبيرة وتوسع، مش بس توسع في السودان، لا يعني حكم محمد علي وصل للشام واليونان والجزيرة العربية، كان مكون حقيقة إمبراطورية ضخمة جدا، وكان قوة اقتصادية وعسكرية فوق ما انت متخيل. يعني اكيد ان شاء الله في المناهج الجديده اللي احنا مش عارفينها، يعني السنه الجايه واللي بعديها احنا مش عارفين ايه اللي هيتحط في المناهج، لكن محمد علي لازم تدرسه يعني بتفصيل كبير جدا يعني. خلاص، طيب ايه نهايه بقى محمد علي؟ نهايه حكم محمد علي ان القوى الاوروبيه والدول الاوروبيه خافت من قوه محمد علي، وهي والدوله العثمانيه اللي كانت بتحكم العالم الاسلامي في الوقت ده. وبالتالي الدول الاوروبيه والدولة العثمانية تحالفوا مع بعض وفرضوا على محمد علي حاجة مهمة جدا اسمها معاهدة لندن سنة 1840. معاهدة لندن 1840 كانت من نتائجها، يعني هي نتائج كارثية بصراحة على مصر، واضطر محمد علي يوافق عليها. كل اللي حصل في معاهدة لندن ان محمد علي اتخذ منه كل الأراضي اللي كان بيحكمها، سواء في الجزيرة العربية أو الشام أو اليونان، واتخذت منه حتى السودان بالمناسبة. لكن سنة 1841 محمد علي صدر في حقه فرمان كده صغير. الفرمان دوت ادى لمحمد علي وأبنائه حكم وراثي في مصر والسودان. الكلام ده سنة 1841. يبقى سنة 1840 كل حاجة اتاخدت من محمد علي، كل حاجة، كل الأراضي وكل حاجة، حتى الجيش بتاعه قللوا عدده وكل الكلام ده وقضوا على قوته. وسنة 1841 صدر فرمان لإرضاء محمد علي بإعطائه حكم وراثي لمصر والسودان. ودي كانت يعني مش نهاية محمد علي، هو حكم بعد 48، بعد 41 لحد سنة 48 يعني. خلاص، ومن بعد بقى محمد علي حكم أبنائه إبراهيم وسعيد وعباس، أنا آسف، عباس وسعيد، ثم إسماعيل، مرورا بكل أبنائه حتى الملك فاروق آخر ملوك مصر هو وابنه أحمد فؤاد الثاني. كده احنا خلصنا محمد علي وعلاقته بالسودان والفتوحات اللي عملها والإصلاحات والإنجازات اللي عملها في السودان. استنونا بقى الدرس اللي جاي لسعيد باشا، عباس وسعيد، أنا بنسى عباس دايما يعني. خلاص، عباس وسعيد وإسماعيل أبناء محمد علي في الدرس اللي جاي إن شاء الله. السلام عليكم.